اسم الله تعالى الكريم الأكرم، ومن كرم ربنا سبحانه وتعالى إن العبد إذا تاب عن السيئات تاب عليه وعفى عنه ومحى عنه جميع سيئاته وبرضه ولا يبالي. أما الأكرم فيكتب له مكان السيئات، يبدل له مكانها حسنات. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. يعني آخر واحد هيطلع من النار ربنا سبحانه وتعالى هيقول للملائكة: اعرضوا على الشخص ده صغار ذنوبه، وهي كتير جدا طبعا، واحجبوا عنه، يعني ما تورهوش الذنوب الكبائر اللي هو عملها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني هيتقال له انت في اليوم الفلاني عملت واحد اتنين تلاته، وعملت يوم كذا كذا وكذا. فيقول نعم، العبد يعني هيقول نعم انا عملت الكلام ده، لا يستطيع ان ينكر، مش هيقدر يقول لا، وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه، يعني هو اساسا مرعوب. طب دي بس الذنوب الصغيره اللي انا عملتها، ومن الذنوب الكبيره انا هعمل فيها ايه؟ فيقال له: فان لك مكان كل سيئه حسنه، يعني كل سيئه انت عملتها من الذنوب الصغيره اللي هي عماله تعرض عليك وانت خايف منها دي، كل سيئه مكانها حسنه. فيقول: ربي قد عملت اشياء لا اراها هنا، يعني هيقول بس يا ربي انا عملت حاجات انا مش شايفها هنا. هو يقصد هنا الذنوب الكبيره، لما شاف من كرم ربنا سبحانه وتعالى، يعني هي كل السيئات اللي انا عملتها هتتبدل مكانها حسنات، وطبعا طول ما هي هتتبدل مكانها حسنات طول ما انا هرتقي في الجنه. فهيقول: يا رب ده انا في ذنوب عملتها هي مش مكتوبه هنا، هي فين؟ انا عايزها. ابو ذر بيقول في الحديث: فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه، يعني ضحك على اخره حتى بدت نواجزه، الحته دي اسمها النواجز. بيضحك من كرم ربنا سبحانه وتعالى الاكرم، وبيضحك من عشم العبد الغلبان الفقير ده الى الله سبحانه وتعالى لما شاف من كرمه يوم القيامه.